السلام عليكم. اسمع هالقصة هذه اللي حدثت الواحد كويتي من قبيلة مطير، والسالفة هذه عام 2007. كانوا بينصبون عليه عائلة مصرية. تخيلوا يعني نصبه ما تخطر على إبليس، لكن خوينا ذا طلع ذكي. يقول أنا عمري 57 سنة، يقول كنت متزوج في الكويت وانفصلت. يقول شار علي الشيبان عندي في الكويت اني اتزوج من مصر، وان يقول لك المصرية تصبر عليك ومن اللوم ذي والنعم بالمصارية كلهم، لكن في حالات نادرة يطلع منهم حاجات ما هي كويسة. يقول رحت للقاهرة ابي اتزوج، يقول فعلا دورت، ويقول دلوني على واحدة يقول بنت جميلة وابوها يعني لا باس بظروفه. يقول رحت لبيتهم وزرتها. يقول جلست مع أبوها وقلت وش شروطك يا عمي؟ قال أبد يعني بس عاوزينك تبني شقة غرفتين بالسطح العمارة بتاعتنا دي، عمارة مهلهلة دور ملحق تكون لك أنت وبنتي هي، وإذا سافرت أنت وهي على الكويت ممكن أجرها. طبعا يقول أنا متفق معهم، يعني يقول يتردد عليهم كل أسبوعين. قلت الأمر بسيط. يقول واتفقنا، ويقول كلمت لي مقاول، يقول فعلا بدأ بالشغل فوق بالسطح، بدأ يبني. يقول رجعت الكويت وكنت متعود أروح بالعطلة، يعني أنا متعود كل أسبوعين أروح لي 4 أيام 3 أيام. يقول لكن صدفت معي ذاك اليوم إني أسافر لهم وقت الدوام، كان معي أعطوني 4 أيام كذا المدير. يقول حجزت بطيارة الجزيرة. يقول يوم وصلت للمطار يقول أخذت لي تاكسي ورحت البيت. يوم نزلت على الرصيف يقول والقالك العجوز ذيك اللي تبيع لها مناديل على الرصيف. يقول هي كانت تعرفني أصلا. يقول من كسر التردد عليها قالت لي أنت رجعت يا فالح؟ قلت لسه واصل. قالت بص خطيبتك فوق مع جوزها لسه واصل من الجيش. قلت حلو. قلت في نفسي أفايد العلم، زوجتي طلعت متزوجة أجل. يقول المهم سكت العجوز ذي، يقول عطيتها 200 جنيه وحلفتها وقلت لها لا تقولين إنك شفتيني. فعلا يقول العجوز هذه حلفت إنها ما شافتني ولا راح تبلغهم. يقولوا رحت للفندق واتصلت عليهم من التليفون الثابت على أساس إني أكلمهم من الكويت، وقلت لهم إن شاء الله على المغرب على العشاء أكون عندكم. وفعلا جيت عندهم وكنت طبيعي. لا ويقول هيام البنت هذه اللي يقول جاي خطبها يقول تبتسم فرحانة وتقدم لي العصير. قلت لأبوها والله يا عمي أنا عندي لك حتى فكرة حتأكلك الشهد. قال قول بسرعة حياتك يا أبو نسب. يقول قلت له وش رايك من دال ما أبني لكم شقة في السطح، وش رايك نهد العمارة المهلهلة ذي ونبني عمارة 3 أدوار سوبر ديلكس 6 شقق، وتكون شقة لي وواحدة لكم ونأجر الباقي. قال يا ابني حتكلفك كتير واحنا غلبانين نروح فين؟ قلت لا أنا أتحمل التكاليف، وأنا يعني بستأجر لكم شقة الصباح مفروشة لحد ما يخلص. قال اتكل على الله. يقول واتفقت مع مقاول. يقول يوم الصباح قبل أروح المطار يوم شفت الحفارة بدأت تهد الأساس. يقول ركبت تاكسي وشلعت للمطار لأن طيارتي بعد ساعة. يقول يوم وصلت الكويت اتصلت على أبوها بعد ما تأكدت أن العمارة يعني انهدت، يعني تعرفون كم ساعة 2 بدأت الحفارات تكسر. ورد علي وقلت له خلي جوز هيام اللي في الجيش يكمل لك العمارة، إذا أنتم مصارية أنا مطيري. والنعم فيه والله أعطاه درس ما راح ينساه في حياتك.